وبيسيبها ويمشي ويروح لدكتور منصور لأنه عايزهم وبيقولهم إن درجاتهم وحشة جدا وإنهم يدفعوا المصاريف يشوفوا جامعة تانية، لكن كمان بيقولهم إن في حل تاني إنهم يبقوا فرقة الجامعة ويدخلوا البطولة الدولية للجامعات. فبيوافقوا وبيبدأوا يتدربوا، لكن مش بيكون معاهم مدرب وبيكونوا محتاجين حد يدربهم. بيلاقوا بالصدفة إن مدرب إنجليزي اسمه مايكل أوين هيكون موجود بكرة في زاد بارك، وبيروحوا زاد بارك وحتة بيروح الحمام وبيقابل مايكل أوين. بعد كده بيطلع وبيقول لصحابه إنه اتفق مع مايكل أوين إنه يجيلهم الملعب يدربهم، لكن صحابه مش بيصدقوه. بعد كده ماجد والششتاوي بيروحوا الوليد عشان محتاجين حارس مرمى وبيقنعوه يلعب معاهم. بعد كده بيروحوا الملعب بالليل وبيجيلهم مايكل أوين عشان يدربهم زي ما قال حتة، وبيستعدوا لأول ماتش وبينزلوا الملعب وبيكسبوا أول ماتش بسهولة وبيكسبوا كذا ماتش، وكل الناس واليوتيوبر وبيتكلموا عنهم لأنهم اتأهلوا للنهائي ودي أول جامعة في مصر تعملها. وبيجهزوا لآخر ماتش ولكن الفرقة التانية بتتفوق عليهم في أول شوط وبيجيبوا 2-0. بعد كده بياخدوا استراحة الشوط التاني وعمر بيكون متعصب وبيكلم الحريف، وفجأة بتيجي أسماء جلال من الملعب وبنكتشف إن دي أسماء صاحبة عمر، وعمر بيتعصب عليها وبيقولها متجيلوش تاني مكان الشغل. والحريفة بينزلوا الشوط التاني وبيجيبوا جونين وبيجيبوا الجون التالت وبيكسبوا الحريفة وبيحتفلوا وبياخدوا ميداليات. بعد كده بياخدوا الكاس وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وسلام.